نتحدث عن الشماتة. ما هي الشماتة؟ هي أن تشمت بالآخرين، وأن تسخر بهم إذا أصابهم ابتلاء، أن يشمت أحدهم إذا افتقر صديقه، أن تشمت إذا رأيت أحدهم حصل له مكروه أو مصيبة وتفرح لمصائب الآخرين. لكن الشماتة منبوذة في الدين الإسلامي، وسيصاب الشامت بما شمت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تظهر الشماتة بأخيك المسلم فيعافيه الله ويبتليك. وفي حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من شمت بأخيه المسلم، اسمعوا إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من شمت بأخيه المؤمن ابتلاه الله بنقص في دينه حتى يصير إلى ما شمت به. بمعنى لا يموت الشامت هذا اللي يسخر بالآخرين، سواء يسخر إذا أصيب أحدهم بمصيبة، أو إذا افتقر أحدهم، أو إذا أحدهم حصل له مكروه، فإن هذا الشامت لا يمت حتى يصاب بالذنب أو بما شمت به الآخرين. وهذه هي عدالة الله عز وجل. إذا سخرت بأحد بشيء أو بذنب ارتكبه أخيك المؤمن أو أخيك المسلم، وسخرت به وفرحت وابتسمت وأظهرت الفرح في قلبك أو أمام الناس، فإن الله عز وجل سيجازيك على قدر عملك هذا، ولن يميتك إلا وقد أصبت بما شمت به. سلامتكم.